بعد الطوفان اللي حصل في عهد سيدنا نوح، وبعد ما البشر بدأوا ينتشروا في الأرض من جديد، وصلت ذرية ابن من أبناء سيدنا نوح لمكان قريب من اليمن اسمه الأحقاف. الأحقاف معناها تلال الرمل العالية، وهناك عاش قوم عاد اللي هنحكي قصتهم النهاردة. مين هو ابن سيدنا نوح اللي ذريته عاشت في الأحقاف؟ أو مين هم قوم عاد وإيه حكايتهم؟ وإزاي رجعوا لعبادة الأصنام رغم علمهم بالطوفان اللي بلع قوم سيدنا نوح؟ ويا ترى عملوا إيه مع سيدنا هود اللي حاول يهديهم لعبادة ربنا الواحد الأحد؟ وربنا عمل فيهم ايه لما تمسكوا بعبادة الأصنام؟ هي دي حكاية النهاردة، حكاية سيدنا هود وقوم عاد. بعد ما الطوفان بلع الكافرين من قوم سيدنا نوح وخلاص الأرض بلعت المية والسفينة رسيت على البر، اتوزع أبناء سيدنا نوح الثلاثة بعد ما مات أخوهم الرابع كنعان في الطوفان بسبب رفضه التوحيد بربنا سبحانه وتعالى. الأبناء الثلاثة لسيدنا نوح كان واحد اسمه يافث وده كان أكبرهم، ومن نسله انحدر الترك والتتار والروس وغيرهم، وسام بن نوح وده أوسطهم وانحدر من نسله العرب وغيرهم، وأخيرا حام بن نوح وده أصغرهم وانحدر من نسله الحبشة والهنود وغيرهم. سام بن نوح بقى اللي هو الابن الأوسط اللي انحدر من نسله العرب خلف ابن اسمه إرم، ومن نسل إرم ده قوم عاد اللي عاشوا في منطقة الأحقاف هناك عند اليمن. ورغم ان قصة اجدادهم معروفة لأي حد فيهم من اصغرهم لاكبرهم، يعني المفروض يكونوا ناس مؤمنين، الا انهم رجعوا من تاني يعبدوا الاصنام. وهنا كان السؤال، ازاي يعملوا كده؟ مش خايفين من غضب ربنا؟ هنا خليني اقول لك على مفاجأة، وهي ان السبب في رجوعهم لعبادة الاصنام هو كرم ربنا. تقول لي يعني بدل ما يحمدوا ربنا على كرمه ونعمه يقوموا يكفروا بيه؟ اقول لك تعالى احكي لك. الحكاية بدأت لما ربنا كرم قوم عاد وميزهم بالقوى الجسدية والذهنية. كانوا اذكياء جدا لدرجة ما حدش يتصورها، وكانوا أشداء جدا للدرجة اللي ترعب منهم أي حد. كانوا لما يدخلوا أي حرب يمسحوا أعدائهم من على الأرض، يسففوهم التراب زي ما بنقول، لدرجة إن القرآن الكريم لما ذكرهم وصفهم في الآية الكريمة اللي بتقول وزادكم في الخلق بسطة. للدرجة دي كانوا أشداء طوال القامة أصحاء ملهمش مثيل في القوة والجبروت. وهنا حضرتك ممكن تعتبر كل المميزات دي سبب في إنهم يحمدوا ربنا ويستغلوا قوتهم الجسدية والذهنية في خدمة دين ربنا ونشر رسالته. إلا إن اللي حصل كان العكس، قوم عاد أساءوا استخدام قوتهم، فلما كانوا مثلا يدخلوا معركة مع عدو من أعدائهم ما يكتفوش بانتصارهم عليه. طب يا جماعة خلاص انتوا ربنا نصركم، عاوزين ايه تاني؟ يقول لك لا، لازم نذلهم ونخسف بيهم الأرض. وده كان فيه إساءة لاستغلال نعمة القوة اللي ربنا وهبها لهم. مش معنى ان ربنا وهبك القوة او النفوذ انك تمشي تدوس على خلق الله. حتى عدوك لازم تكون رحيم بيه. خدت حقك منه خلاص سيبه، ده حتى يا راجل يقول لك الضرب في الميت حرام. خلاص انت هزمته وانتصرت عليه، عايز منه ايه تاني؟ فيقوم القرآن يذكرهم تاني في الآية الكريمة اللي بتقول وإذا بطشتم جبارين. لكن وبعيدا عن الحروب، قوم عاد كانوا بيستخدموا قوتهم دي في حاجة تانية أهم، وهي العمارة. كانوا مشهورين بجمال القصور اللي بيبنوها وعلوها، قصور بعمدان عالية جدا، وما كانش بيفرق معاهم المكان. بين الجبال يبنوا قصور، فوق التلال يبنوا قصور، وسط الأودية يبنوا قصور، المكان اللي يعجبهم يبنوا فيه قصور، زي ما القرآن بيوصفهم في الآية الكريمة اللي بتقول إرم ذات العماد. وكانوا بيتفننوا في عمارة القصور دي للدرجة اللي تخليها تعيش آلاف السنين وتحافظ على جمالها وزينتها. اللافت هنا في القصور دي إن ما كان لهاش لازمة عند قوم عاد. يعني انت راجل عندك بيت قويك انت وولادك واهل بيتك، ليه تروح تبني 3-4 قصور بارتفاعات كبيرة وتماثيل هنا وهناك وحاجات بمية الذهب وحاجات باللؤلؤ؟ ليه كل ده؟ هو انت هتخلد فيها؟ لكن هم بسبب قوتهم وشطارتهم اللي ربنا وهبها لهم كانوا واخدين الموضوع هزار وتحدي بينهم وبين بعض. لكن طبعا الكلام ده ما عجبش ربنا، فيقوم يقول لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ انتوا بتلعبوا؟ الأهم من كل النعم اللي فاتت هي نعمة الماء العذب. ربنا وهب قوم عاد مية نظيفة يشربوا منها ويرووا مزارعهم، لدرجة ان الصحراء اللي كانوا عايشين فيها اتحولت بفضل ربنا وكرم لجنة، حدائق وأشجار وبساتين، حاجة مفيش بعد كده، جنة ربنا على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وهنا بدل ما يحمدوا ربنا على النعمة اعتادوا النعمة لدرجة انهم نسيوا صاحبها، حسوا انهم امتلكوا الدنيا باللي فيها، فابتدوا يدوروا على حاجة جديدة تعوضهم عن المتعة اللي شبعوا منها. خلاص اعتادوا النعمة فنسيوا قيمتها، فانتشرت بينهم المعاصي. بقى اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وفضل الشيطان يفتح لهم باب ورا باب لحد ما وصلوا للباب الكبير، عبادة الأصنام. فكان قوم عاد أول ناس يعبدوا الأصنام بعد الطوفان اللي هو أصلا كان جاي علشان يبلع الناس اللي كفرت بربنا، يعني اللي هو مفيش بربع جنيه تفكير. لكن رحمة ربنا كانت أكبر من إنه يعاقب قوم عاد بدون ما يحذرهم، فبعت لهم سيدنا هود. والميزة هنا في سيدنا هود إنه كان واحد منهم، فتلاقي القرآن الكريم بيقول لك إيه؟ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. أخوهم منهم. والآية التانية في سورة الأحقاف تقول لك إيه؟
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. طيب ليه ربنا بعت لهم واحد منهم؟ علشان يصدقوه، علشان محدش يقول لك ده جاي طمعان فينا، علشان يبقى بعيد عن أي شبهة مصلحة شخصية. ده راجل مننا، عايش عيشتنا، مرتاح زينا وعنده اللي عندنا، مش ناقصه حاجة. يعني لما يحاول ينبهنا لحاجة أكيد هيبقى من باب خوفه علينا مش طمعه فينا. وفعلا سيدنا هود بدأ دعوته بأنه يفكرهم بنعم ربنا عليهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فكرهم بأن كل العز والنعيم والقوة اللي هم فيها من ربنا سبحانه وتعالى، انتوا من غير ربنا ولا حاجة. وقال لهم مش مطلوب منكم غير انكم توحدوه، بس هو ده كل المطلوب منكم. ليه بتعبدوا الأصنام؟ كانت عملت لكم ايه؟ الأصنام مش هتنفعكم لو ربنا أنزل فيكم العذاب. أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وبشرهم بأنهم لو رجعوا لربنا واستغفروه هيغفر لهم ويسامحهم. ومش بس كده، ده كمان هيبارك لهم في النعيم والعز اللي غرقانين فيه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سيدنا النبي اتكلم معاهم باللين والحسن، مفيش أحن ولا أرق من كده، كلام يخلي الحجر يخشع. لكن ما كان من قوم عاد إلا إنهم ردوا عليه وقالوا له أنت كذاب، أنت عايز تفرق بيننا وبين الآلهة بتاعتنا اللي هم أصلا سبب الخير والنعيم اللي احنا عايشين فيه. وهنا حضرتك بتدرك ان قوم عاد مش بس كفروا بربنا، ده كمان اتهيأ لهم ان الاصنام اللي بيعبدوها من دون الله هي اللي بتاكلهم وتشربهم وتحفظهم وتوهبهم القوه والنعيم اللي هم عايشين فيه. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قوم عاد مش بس كذبوا سيدنا هود، دول كمان اتحدوه ان يوريهم عذاب ربنا اللي حذرهم منه. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. عامل بالظبط لما تيجي تقنع واحد انه لو رمى نفسه في النار هيموت، فيقول لك وانت مالك؟ انت هتعرف مصلحتك اكتر مني؟ يا ابني هتأذي نفسك، انا خايف عليك. يقول لك مالكش دعوه. الاكتر من كده ان الشيطان صور لقوم عاد ان اللي سيدنا هود فيه ده غضب من الآلهة. كان كويس ومننا وعايش عيشتنا، لكن تقريبا كده عمل حاجه اغضبت الآلهة، ولما الآلهة غضبوا عليه اتجنن والعياذ بالله. هم كانوا شايفين كده، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كم إله كده من الآلهة بتوعنا غضبانين عليك، أسيادنا غضبانين عليك. فما كان من سيدنا هود اللي بدأ خلاص يزهق منهم إلا إنه قال لهم يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قال لهم يا جماعة غضب إيه بس وآلهة مين؟ أنا ببلغكم رسالة ربنا لا أكتر ولا أقل. أنا جاي أنصحكم لأني خايف عليكم، أنا ليكم ناصح أمين. طيب قوم عاد بقى عملوا إيه؟ ولا هم هنا ولا كأنهم سامعينه. فما كان منه إلا إنه قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. خلاص جاب آخره، يا رب خليك شاهد إني بريء منهم ومن أفعالهم، وأنتوا كمان خليكم فاكرين إن حذرتكم من كفركم. اللطيف في قصة سيدنا هود عليه السلام إنه مش بس قدر يقف لوحده قدام قوم عاد المشهورين بقوتهم وجبروتهم، يعني أي حد عاقل يخاف أصلا يقف قدامهم، ده كمان اتحداهم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اللي هو أنا بتحداكم جميعا إن أي حد فيكم يقدر يأذيني. مش انتوا قوم عاد الجبارين؟ مش انتوا اللي لما بتدخلوا معركة بتخسفوا بعدوكم الأرض وتسففوا التراب؟ طيب أنا واقف لوحدي قدامكم أهو، اللي شايف إنه على حق فيكم يأذيني. إني توكلت على الله ربي وربكم. أنا صحيح واقف لوحدي بس ربنا في ظهري. أنت صاحب نفوذ بس ربنا في ظهري. أنت صاحب جاه وسلطان بس ربنا في ظهري. أنت راجل مفتري وظالم بس ربنا في ظهري. يا قوم عاد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الناصية هي مقدمة الرأس، ولما القرآن الكريم يذكر إن ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فده معناه إن كل حاجة خاضعة لربنا، مجرورة من رقبتها لدرجة إن رأسها محنية وماشية في طريقها لتنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى. فأنتوا كلكم على بعض كده رحتوا يمين رحتوا شمال، محدش فيكم هيعرف يخرج عن طاعة ربنا ولا يهرب من عذابه. ولو كنتوا طول النهار والليل بتبنوا قصور عالية وتزينوها علشان تخلدوا في الأرض والناس تشوف ما صنعت يداكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ربنا قادر يخسف بكم الأرض في لحظة ويجيب غيركم. ربنا قادر يمحكم من على الأرض بأستيكة. ورغم إنهم قوم عاد الجبارين الأشداء اللي محدش يقدر يقول لهم تلت التلاتة كام، إلا إنهم ما قدروش يؤذوا سيدنا هود ولو حتى من باب التأديب أو رد الاعتبار أو الحفاظ على هيبتهم قدام نفسهم حتى، ودي كانت معجزة في حد ذاتها. أنت بتتحدى ناس مشهورين بقوتهم وجبروتهم ومع ذلك محدش منهم قدر يمس بسوء. وده قمة اليقين بالله، قمة اليقين بقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص مفيش كلام تاني، انت مش مخلص لرب العباد، تخاف من العباد ازاي؟ مفيش حاجة اسمها كده. ورغم كل ده إلا إن قوم عاد اتغروا بقوته، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. مش بس كده، دول تمادوا في تحديهم وعنادهم وقلة أدبهم مع الله، وقالوا لسيدنا هود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اللي هو بالبلدي كده هات اللي عندك، احنا مش خايفين منك ولا من إلهك، أعلى مفخلك اركبه. فما كان من سيدنا هود إلا إنه قال لهم طيب انتوا اللي اخترتوا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفعلا عذاب ربنا القوم عاد بدأ على مرحلتين. المرحلة الأولى إن ربنا حرمهم من نعمة المطر اللي حول أرضهم لجنة خضراء، فماتت النباتات والأشجار وكل البساتين والجنين اللي كانوا عايشين فيها اتحولت لصحراء. خد بالك إن ربنا أنعم على قوم عاد بحاجتين مهمين. الأولى وهي الماء العذب اللي حول أرضهم لجنة، ودي خلاص كده راحت، ربنا حرمهم منها. أما النعمة التانية فكانت قوتهم الجسدية، ودي كانت المرحلة التانية من العذاب. بعد ما ربنا حرمهم من المطر والماء العذب شافوا سحاب جاي عليهم من بعيد، فاستبشروا وقالوا خلاص الأصنام سمعت دعائنا وبعتت لنا سحاب شايل لنا المطر. وطلعوا كلهم وقفوا يتفرجوا على السحاب اللي بيقرب وهم بيضحكوا ويسقفوا. لكن بمجرد ما السحاب قرب منهم بدأت الرياح تشتد أكتر وأكتر، لدرجة إنها بدأت تقتلع الأشجار من مكانها. كل ده وهم لسه معتقدين إنهم بقوتهم الجسدية أقوى من الشجر اللي جذوره ممتدة تحت الأرض، وقالوا إن الرياح دي مهما اشتدت مش هتقدر تهزمهم ولا تكسرهم، لحد ما اتفاجئوا بإن الرياح اشتدت أكتر وأكتر وأكتر، وبدأت إنها تطير شوية منهم للسماء وتنزلهم تاني على الأرض بعد ما تكسر لهم عظمهم. ولما بدأوا يستوعبوا إن عذاب ربنا طالهم بدأوا يصرخوا، ومع صريخهم الرياح بدأت تدخل بقهم، ومن شدتها وصلت لبطونهم، خدت الأمعاء وأي أعضاء قابلتها وخرجت من الناحية التانية. منظر بشع وعذاب شديد. في لحظة واحدة تحول قوم عاد الجبارين لأجساد فاضية أشبه بجذوع النخل الخاوية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بعض المفسرين قالوا إن الرياح اللي استمرت 7 ليال و8 أيام من شدة غضبها الغضب ربنا تمردت على الخزنة المكلين بيها، بمعنى إنها اشتدت بدون معيار. فبيقول ابن عباس ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح، فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل. وهو نفس اللي عملته الرياح مع قوم عاد، اشتدت على القوم الكافرين بدون معيار. وهنا المعجزة، ربنا أهلك قوم عاد الأقوياء الأشداء الجبارين بشوية هواء، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة هود وعرف اللي حصل لقوم عاد قال شيبتني هود. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت في مرة إن رسول الله كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، لدرجة إنها سألته في مرة الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب. في ناس اتعذبت بالرياح، لدرجة إن سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان يشوف سحاب في السماء يقول بسرعة اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، ولما يطلع خير والدنيا تمطر يرتاح ويقول اللهم صيبا نافعا. هم دول قوم عاد الأشداء الأقوياء اللي عاشوا عمرهم كله فاهمين إن محدش قدهم ولا زيهم، عاشوا حياتهم كلها موهومين بالقوة والنفوذ والسلطان. في ناس في حياتنا النهاردة لمجرد إن ربنا ادالهم شوية صحة تلاقيهم ماشيين يدوسوا على الناس، لمجرد إن ربنا ادالهم سلطة تلاقيهم ماشيين يدوسوا على الناس، لمجرد إن ربنا ادالهم درجة علمية ولا فلوس ولا عزوة تلاقيهم ماشيين يدوسوا على الناس. مش مدركين إن ربنا لما منحهم القوة منحها لهم لحكمة، إنهم يشكروه يحمدوه يستغفروه. لكن اللي حصل هو العكس، تجبروا واستقووا وداسوا على الضعيف فخسروا قوتهم وملكهم وحياتهم، وكانت نهايتهم أعجاز نخل خاوية. اللهم احفظنا اللهم